أيهما تفضل محمد بسام ولا محمد أبو جبل لحراسة مرمى النادي الأهلي في الفترة القادمة؟ إيه الحكاية؟ طبعا بعد إصابة محمد الشناوي في مباراة كاب فيردي في كأس الأمم الأفريقية، وراح ألمانيا وعمل العملية والكلام ده كله، وفترة العلاج وفترة النقاهة هتدخل في 4 5 شهور لمحمد الشناوي حتى عودته. إذا النص الثاني من الموسم أو المتبقي من الموسم إلى نهاية العام محمد الشناوي لن يتواجد بقائمة ولن يكون مشارك في مباريات النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. طيب، موجود عند النادي الأهلي مصطفى شوبير وحمزة علاء وأكثر من حارس. هل مصطفى شوبير يقدر يشيل النادي الأهلي في الفترة اللي جاية؟ نعم، هو حارس صاعد وحارس واعد للنادي الأهلي وحارس موهوب، وشفنا كلنا شفناه في نهائي إفريقيا مع المغرب في الدار البيضاء، وشفنا قد إيه إن هو مشروع مستقبل حارس عملاق للنادي الأهلي. لكن هنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل مصطفى شوبير قادر ان هو يزود عن مرمى النادي الاهلي في 20 تقريبا او 30 مباراة خلال الباقي من الموسم بدون ان يتعرض لاصابات؟ لا، هو معرض لاصابة في اي وقت. طب هو هيقدر يلعب في كل البطولات اللي جاية مع النادي الاهلي؟ لن يستطيع ان هو لوحده يلعب ويشيل النادي الاهلي في كل البطولات القادمة. اذا النادي الاهلي في حاجة الى حارس مرمى على الاقل، لو حتى فترة إعارة لمدة 6 شهور، يقدر كده من خلاله على الأقل يكون بديل أو يبدل مع مع مصطفى شوبير في حراسة المرمى. حد منهم حصل له إصابة، يبقى في حارس واثنين وثلاثة موجودين عند النادي الأهلي. في كلام على علي لطفي بعودته مرة أخرى على سبيل الإعارة، وهناك محمد بسام، وأيضا محمد أبو جبل. من وجهة نظري إن محمد أبو جبل هيكون الحارس الأفضل والمثالي في الفترة الموجودة حاليا. لعب واحتك في البطولات الأفريقية ولعب منتخب مصر، وأعتقد إن هو هيكون راضي عن إن هو لو قعد على دكة لمصطفى شوبير، بما إن مصطفى شوبير هيكون أقدم منه في النادي الأهلي. كذلك ممكن يلعب دور إن هو يكون بديل جيد في حالة إن هو لعب في بطولة مصطفى شوبير لعب في بطولة، إلى جانب إن هو مستواه مميز جدا مع شفناه مع المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية الماضية.